شباب وبنات اولى ثانوي عاملين ايه؟ الفيديو المنتظر مراجعه شهر فبراير يا باشمهندس يا دكتوره محترم. هقول لك 3 تنبيهات مهمين في بدايه الحصه عشان خاطر حضرتك تستفيد اقصى استفاده من المراجعه. اول تنبيه ان الحصه دي يا باشمهندس هشرح لك وسط الحل عشان خاطر وقتك وعشان خاطر تنجز. تاني تنبيه ان حضرتك المحاضره دي هنراجع فيها الالجبرا والجيومتري. مستر عايزين نراجع التريج. انا فكرت في فكره جميله. هو التريج كام درس؟ درسين. لو كنت حاططهم في المراجعه كنت هظلمهم، هم درسين مهمين. فقمت عامل حاجه حلوه قوي هتعجبك خالص. ادخل على المنصه بتاعتي mrfadinabil.com، اكتب كده mrfadinabil.com. تمام؟ اكتب على جوجل او اي حاجه، خش على المنصه، اعمل اكونت، فر في المنصه، خش على اولى ثانوي. هتلاقي تحت كده في الحصص نازله حصه ليسون 1 وليسون 2 تريج كامله، مش مراجعه بس، كامله بالواجب بالبي دي افات فور فري. خش شوفها. ماشي كده عداني العيب، يبقى انا هراجع لك الجبرا وجيومتري، وحصه التريج انا ما رضيتش اختزلها او حاجه او اراجع لك عليها، لا حصه مهمه. فتعمل ايه؟ تخش تتفرج عليها بالواجب بتاعها باسئلتها بكل حاجه فور فري على المنصه. ادخل بس انت اعمل اكونت، هتخش هتلاقي المحتوى بتاع المحاضره دي ليسون 1 و 2 فور فري في التريج. تالت تنبيه، التيم بتاعي قال لي انكم هتنبسطوا من الحاجه دي، فانا قلت اعملها عشان تنبسطوا وتبقوا كويسين. في نص الحصه دي او في نص المراجعه دي انا هكتب سؤال على البورد، اوكي؟ وفي قبل اخر الحصه دي هكتب سؤال تاني على البورد، وهنزل بكره ان شاء الله، بكره يوم الاحد الساعه 10 مساء على بيج الفيسبوك بتاعتنا السؤالين دول حضرتك هتكتب اجابتك في الكومنتات على الفيسبوك من الساعه 10 للساعه 12، وهنختار بشكل عشوائي اجابه تكون صح، وعشوائي هنختارها بشكل عشوائي، يعني لازم الاجابه طبعا تكون صح، وهنختار بشكل عشوائي ما بين الاختيارات الصح، وكل واحد فيهم هيكسب فيهم فلوس حلوه هتعجبه. كم بتعمل لي كده ليه؟ اقول انا هيكسب 500 جنيه بس كده، يعني مش يعني هم قالوا انكم هتنبسطوا، فانا قلت ابسطكم. لو دي حاجه تبسطكم اكتب لي في الكومنتس ان دي حاجه بسطتك، عشان انا بصراحه مش حاسس ان دي هتبسطك، بس قلت ماشي يلا نعملها. فبكره ان شاء الله يوم الاحد الساعه 10 هينزل لك 2 بوستس على الفيسبوك بالسؤالين، هتكتب في الكومنتات الاجابه بتاعتك لازم تكون صح، واحنا الساعه 12 هنقفل الكومنتات ونختار حد بشكل عشوائي، وهنعلن عن الناس الكسبانه في البوستس بتاعت الفيسبوك والبوست بتاعت اليوتيوب. في اليوتيوب كده بوستات بتظهر الكوميونتي بتاعنا، هتلاقيه بيظهر لك فيه اعلان عن الناس الكسبانه. وما تنساش تحمل البي دي اف، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ما تنساش تبعت الفيديو لاصحابك. وبيقولوا ايه تاني اليوتيوبرز؟ ما تنساش تعمل سبسكرايب وشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدا الحصه، يلا بينا. هراجع معاك اول جزئيه وهي جزئيه الالجبرا. نفتكر مع بعض سريعا، مش هشرح كل حاجه في الدرس، سريعا هعدي على اهم النقاط، وانا ماشي في المسائل هقف عند كل سؤال او عامل ايه؟ بفكرك بحاجه حتى لو بعيد عن السؤال شويه، بس هتلاقيني بلم لك الشرح وسط الحل عشان وقتك ما تطولش في الفيديو. اول حاجه خدناها يا اولاد كانت الماتريكس. الماتريكس هي مجموعه من الارقام بتتحط جوه الماتريكس بالمنظر ده، ركز كده معايا. الماتريكس يا باشمهندس بيبقى فيها شويه ارقام، وليكن 2 3 4 5 بالمنظر ده كده مثلا. يعني اي ماتريكس في الدنيا كنت بقول لك مكونه من صفوف واعمده، فيها كام صف؟ فيها 2. طب دي كده فيها كام عمود؟ فيها 2. فده كده اسمه الاوردر. ايه يا مستر الاوردر ده؟ الاوردر هو عدد الصفوف وبعديها عدد الاعمده. ماشي يا اولاد؟ اوكي، يبقى حضرتك يا باشمهندس خلي بالك ان اي ماتريكس في الدنيا مكونه من صفوف، مكونه من ايه؟ من اعمده. تاني ركز معايا. لو عندك ماتريكس اسمها بي بالمنظر ده كده، عباره عن 2 و1 و3 4 5 0، وجيت قلت لك الماتريكس دي فيها كام صف؟ هتقول لي يا مستر 1 2 صفوف يعني بالعرض. فيها كام عمود؟ 1 2 3. جامد، يعني الاوردر بتاعها كام في كام؟ 2 في 3. اوكي ماشي. واتكلمنا في المنهج بتاعنا عن شويه سبيشال كيسز هتلاقيها بتعدي معانا في المسائل. اهم حاجه هنا يا اولاد تخلي بالكم منها ايه؟ ان راجل ممكن يقول لك عايز B11 او B12 او B13 او B21 او B22
او بي 2 3. ايه يا مستر الطلاسم دي؟ افكرك بسرعه يعني ايه الكلام ده. دي معناها روح لماتريكس ايه؟ الصف الاولاني العمود الاولاني. بص الاولاني رقم الايه؟ الصف. بعد كده رقم الايه؟ العمود. روح لماتريكس بي الصف الاول العمود الاول. يلا بينا. ماتريكس بي اهي، الصف الاول اهو يا جماعه، العمود الاول اهو يا جماعه. الاجابه بكام؟ ب2. تاني هنا بي 1 2. يعني ايه بي 1 2؟ روح لماتريكس بي الصف الاول، دايما الاولاني رقم الصف، العمود الثاني. ادي الصف الاول يا جماعه، ادي العمود الثاني يا جماعه. الاجابه بكام؟ 1. شكرا، خلص الكلام وانتهى الموضوع. عايز بي 1 3. يعني ايه بي 1 3؟ خش على ماتريكس بي الصف الاول العمود الثالث اهو. بكام؟ ب3. طب بي 2 1 روح لماتريكس بي الصف الثاني العمود الاول. ادي الصف الثاني، ادي العمود الاول. الاجابه 4. جامد يا ولا. يعني ايه بي 2 2؟ روح لماتريكس بي الصف الثاني العمود الثاني. الاجابه 5. جامد يا ولا. بي 2 3 يعني ايه؟ روح لماتريكس بي الصف الثاني العمود الثالث. ادي الصف الثاني، ادي العمود الثالث. الاجابه 0. ودي كانت اهم الحاجات. طبعا في حاجات في الدرس الاول لسه انا ما قلتهاش، لسه ما رجعتلكش عليها، ولكن هتلاقيني وسط الاسئله بقولها لك، فتركز في الحل عشان هيبقى جوه شرح. والبي دي اف قدامك، حل معايا يا دكتور. يلا بينا. السؤال الاولاني ماذا يقول؟ يلا بينا نقول السؤال الاولاني. السؤال الاولاني بيقول لحضرتك الماتريكس دي اوردر بتاعها كام؟ يا راجل الاوردر بتاعها بسأل فيها كام صف؟ صف واحد. فيها كام عمود؟ 1 2 3. هكتب رقم الصف بعد كده رقم العمود. فيها كام عمود؟ 3. فالاوردر بتاعها 1 في ايه؟ في 3. وخلي بالك دي كده اسمها رو ماتريكس. يعني ايه رو ماتريكس؟ ماتريكس مكونه من صف ايه؟ صف واحد يا باشمهندس. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 2 يقول لك يا باشمهندس محترم عندك ماتريكس اسمها ايه بكذا وسي بكذا، عايز ايه تو 1 وسي 1 2. يا سلام يا سلام يا سلام، المستر قايلها لك، المستر مدلعك ومظبط لك الدنيا. بص كده يا صاحبي، هتروح لماتريكس ايه؟ ها الصف الايه؟ الثاني العمود الاول. ادي الصف الثاني العمود الاول بنيجاتيف 2. روح لماتريكس سي الصف الاول العمود الثاني. الاجابه كام؟ 7. حلو الكلام، تمام الكلام. الراجل عاوز يعمل ايه؟ بلس، يبقى نيجاتيف 2 بلس 7. الاجابه هتبقى ان شاء الله 5. الاجابه ايه؟ السؤال اللي بعده. اوعى لا تكون عامل لي تايمز 2. اوعى لا تكون عامل لي تايمز 2. ها ماشي يلا. A is a matrix of order 2 في 3. يعني ايه ماتريكس 2 في 3 يا اولاد؟ يعني فيها يا اولاد صفين وثلاثه اعمده. يعني فيها رقم هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم هنا. بيقول لي فيها كام إليمنت؟ عدد الارقام 1 2 3 4 5 6. فالاجابه هتبقى 6. طبعا في طريقه اسهل انك تضرب عدد الصفوف في عدد الاعمده، هتعرف عدد الإليمنتس. فلو عايز عدد الإليمنتس اضرب عدد الصفوف في الاعمده 6. الاجابه 6. السؤال اللي بعده يلا بينا. بيقول لي دي دايجونال ماتريكس. نقف شويه نتدلع ناخد معلومه جديده. ايه الدايجونال ماتريكس؟ الدايجونال ماتريكس يا اولاد هي الماتريكس اللي المين دايجونال ده كده اسمه المين دايجونال. ها الدايجونال ماتريكس هي الماتريكس اللي المين دايجونال فيها بارقام والباقي اصفار. دي كده اسمها ايه؟ دايجونال. ليه سموها دايجونال؟ لان المين دايجونال بارقام يا صاحبي والباقي اصفار. الباقي ايه؟ اصفار. الباقي اصفار. ماشي، ده تعريف الايه؟ دايجونال. عايزين عرفت معلومه، افتكرت معلومه وانا بحل عادي. فالراجل بيقول لي هنا الماتريكس دي دايجونال. يا سلام، دايجونال ازاي يا واد؟ ما عشان خاطر تكون دايجونال لازم المين دايجونال يبقى بارقام والباقي اصفار. فهمسك ده كده اساويه ب0. ليه يا مستر؟ عشان خاطر يا باشمهندس تبقى دايجونال لازم ده يبقى ب0. وهمسك دي يا دكتوره محترم اساويها هي كمان بكام؟ ب0. يلا بينا. هات لي الاكس والواي. ال20 بالبوزيتيف تروح بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 2x ايكوالز نيجاتيف 20. النيجاتيف تسافر مع النيجاتيف، اقسم على الاثنين يبقى الاكس ايكوالز 20 ديفايدد 2. فالاجابه تبقى 10. انا بحل بسرعه عشان انت واحده واحده امشي كده ايه واحده واحده. هتلاقي الاكس ايه بكام؟ ب10 عادي. البوزيتيف 3 تروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 6y ايكوالز نيجاتيف 3. النيجاتيف تسافر مع النيجاتيف، ما تقولش 2. وفي الامتحان مش عايزك تحسب بدماغك، تحسب بالكالكليتر بس. ال6 بالمالتيبلاي تروح بالديفايدد، يعني الواي ايكوالز 3 ديفايدد 6 اللي هي هاف ان شاء الله. جبت الواي بهاف وجبت الاكس ب10. عايز ايه؟ اكس ل 10 بلس الاثنين تنزل مضروبه في الواي اللي هي كام؟
هاف. رص دي على الكالكوليتر ما تفكرش، الاجابه تبقى ان شاء الله 11. فالاجابه تبقى سي. برضو بحذر اوعى تكون عامل الفيديو تايمز 2. انا اصلا بقول بسرعه عشان اوفر عليك وقت، فانت ما تسرعش السريع. ماشي اوكي. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده فكره شهيره كده كده جايه في الامتحان. لو عندك ماتريكس بتساوي ماتريكس، ماتريكس بتساوي ماتريكس، فكل رقم في الماتريكس الاولانيه بيساوي كل رقم قصاده في الماتريكس الثانيه. ازاي؟ اقول لك، قول اهو يا باشمهندس. الثلاثه هتساوي 3، والخمسه هتساوي 5، والاكس هتساوي 7 يا ولا، والواي بلس 1 هتساوي كام؟ نيجاتيف 2. يلا الاكس ب7 شكرا، والواي البوزيتيف 1 تروح بالنيجاتيف، يبقى الواي ايكوالز نيجاتيف 2 ماينس 1، يعني الواي بتساوي كام؟ نيجاتيف 3. جبت الواي وجبت الاكس. هو عاوز ايه؟ اكس بلس واي يعني 7 زائد الواي اللي هي كام؟ نيجاتيف 3. الاجابه 4. شكرا، الاجابه سي. السؤال اللي بعده، ونقف شويه، يكلمني عن حاجه اسمها سيمتريك ماتريكس. مش حل السؤال؟ هستاذنك هشرح معلومات وبعد كده نرجع. في حاجه عندنا يا جماعه اسمها سيمتريك ماتريكس وسكيو سيمتريك ماتريكس. ايه هي السيمتريك ماتريكس؟ ركز كده معايا وصحصح وهقول لك الشورت كات على طول. بص، السيمتريك ماتريكس في تعريف كتاب المدرسه هي الماتريكس اللي لما اجيب لها ترانسبوز تطلع هي. الماتريكس لما اجيب لها ايه؟ ترانسبوز تطلع هي. وهفكرك بين ايه ترانسبوز كمان شويه، ثانيه واحده بس. والسكيو سيمتريك ماتريكس هي الماتريكس اللي اجيب لها ترانسبوز تطلع هي بعكس الساين، والدياجونال باصفار، وال A12 هي ال A21 بعكس الساين، وال A13 هي ال A31 بعكس الساين. انا عارف انك مش فاهم بس بجمع لك معلوماتك. وهنا السيمتريك ماتريكس ال A هي ال A ترانسبوز، وال A12 هي ال A21، وال A13 هي ال A31 من غير لا عكس ساين ولا حاجه. طيب ده كتاب المدرسه. شوف بقى المستر يقول لك ايه. بص يا صاحبي وركز معايا، مثلا 2 3 4 3 4 5 6 6 3 او 7. يلا بينا. بص يا باشمهندس، سيبك من كتاب المدرسه دلوقتي. السيمتريك ماتريكس بتعرفها ازاي؟ بالنظر كده، بالنظر تبص لها تعرفها. خبي المين دايجونال، خبيه، خبيته. لما تخبي المين دايجونال هتلاقي الرقم ده زي الرقم ده، والرقم ده زي الرقم ده، وهذا الرقم يساوي هذا الرقم. بص كده كأننا بنلعب بلاي ستيشن، دي زراير البلاي ستيشن، دي زي دي ودي زي دي ودي زي دي. ده ايه ده؟ ده السيمتريك ماتريكس. اول ما الاقي كده يبقى السيمتريك ماتريكس على طول. طبعا مش الثلاثه في 3 بس والاثنين في 2، يعني خبي الدايجونال هتلاقي الرقم ده كده زي الايه؟ الرقم ده كده، مش اصفار يعني ايه؟ 2 و2 3 و3 4 و4 and so on. اوكي، وتحفظ الشروط. قشطه تمام. السكيو سيمتريك ماتريكس بقى بتبقى عامله ازاي؟ بص كده 2 لا دي 0 3 4 ولكن دي نيجاتيف 3 ودي نيجاتيف 4 0 2 نيجاتيف 2 0. السكيو سيمتريك ماتريكس تتميز اول حاجه ان الدياجونال بصفار، بصفار دايما بصفار، وده هو ده بعكس الساين، وده هو ده بعكس الساين، وده هو ده بعكس الايه؟ الساين. تحفظ الطريقه والشكل. لو عايز تحفظه لوحده بيتعمل كده. بص انا بحب اسميها طريقه البلاي ستيشن. بنخبي الدياجونال بنلاقي ده هو ده، وده هو ده، وهذا المثلث بيكون هو ده ايه؟ هذا المثلث. خلصنا وخلص الموضوع. تمام. في حاله السيمتريك ده هو ده، وده هو ده، وده هو ده. في حاله السكيو سيمتريك الدياجونال اصفار، وده هو ده بعكس الساين، ده هو ده بعكس الساين، ده هو ده بعكس الساين. مستر السؤال يجي ازاي؟ ما السؤال قدامك، واحنا هنرغي؟ السؤال قدامك يا عم اهو. السؤال قدامك يقول لي ايه؟ يقول لك عندك ماتريكس ايه؟ الماتريكس ايه دي سيمتريك. نحل بطريقه كتاب المدرسه، طريقه المستر. خبي الدياجونال، ولو هي سيمتريك بحق وحقيقي ده هيبقى بيساوي ده. يلا نساويهم ببعض. يبقى 2x minus 4 equals negative 2. دي تروح بالبوزيتيف، يعني 2x equals negative 2 plus 4. يعني 2x بتساوي على الآلة 2، يعني الاكس ب2 على الاثنين بكام؟ 1. شكرا. الاكس بكام على 1.
طب لو كان جايبها سكيو كنت همسك ده، هعمل هو ده بس هعكس اشاره ده، يبقى ده هيبقى بيساوي 2 على طول لو هي سكيو، لان هي بتبقى عكس الاشاره. لكن لو سيمتريك ده هو ده على طول وخبي ده. اوكي تمام. لو سمحت الملحوظه بتاعت السكيو سيمتريك والسيمتريك دي جايه في امتحانك، فلو سمحت خلي بالك منها عشان والله هتيجي. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يبدا بقى ينقنق معايا في البلس والماينس. يلا بينا نعمل بلس ويلا بينا نعمل ماينس بسرعه. كل رقم بنعمله بلس الايه اللي قصاده. يلا بينا. نيجاتيف 3 بلس 4 تبقى كام؟ 1. نيجاتيف 1 بلس 1 0. 2 بلس نيجاتيف 2 0. ماشي. 1 بلس 0 بكام؟ 1. شكرا. دي هتبقى الاجابه بتاعتي. ثانيه واحده. دي كده خلاص انا خلصت. انا عملت كل رقم بلس الايه اللي قصاده بالكالكوليتر، فالاجابه طلعت 1 و0 0 1. الراجل ده طيب بص بقى يا صاحبي، في حاجه عندنا اسمها يونت ماتريكس. اليونت ماتريكس دي نرمز لها بالرمز اي. اليونت ماتريكس بيبقى شكلها كده 1 0 0 1. احفظها دي كده اليونت ماتريكس. اوكي. وليها شكل اخر. ايه يا مستر؟ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. فالراجل كان ممكن بعد ما اوصل للاجابه دي ما الاقيهاش في الاختيارات خالص، ويبقى شايل لي الاختيار ده وحاطط لي مكانه حرف الاي. يا سلام، ما دي هي مين؟ الاي. اوكي. فخلي بالك انك طلعت الاجابه موجوده في الاختيار عشان راجل طيب، لكن لازم تعرف ان الاختيار ده اسمه ايه؟ اي. بص نشرح وسط المسائل. السؤال اللي بعده يلا بينا. الراجل هنا بيقول لك عندك ماتريكس اسمها اكس ان شاء الله اهي، بلس نيجاتيف 2 و4 5 ونيجاتيف 3 ايكوالز 0. والزيرو هنا مش زيرو رقم، بينما زيرو ماتريكس. يعني ايه زيرو ماتريكس؟ يعني ماتريكس مكونه من اصفار. ماشي. اوكي. عايز اجيب الاكس، هتعامل معامله الاطفال الصغيرين. الماتريكس دي بالبوزيتيف تروح الناحيه الثانيه بالايه يا اولاد؟ بالنيجاتيف. يبقى الاكس ايكوالز 0 و0 0 و0 ماينس مين؟ نيجاتيف 2 و4 5 ونيجاتيف 3. يلا بينا. 0 ماينس 2 تديني 2 بالبوزيتيف. 0 ماينس 4 نيجاتيف 4 يا ولا. 0 ماينس 5 نيجاتيف 5 يا باشمهندسة. 0 ماينس نيجاتيف 3 تديك بوزيتيف 3. دي الإجابة بتاعتي 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 و 3. 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 و 3. الإجابة هتبقى دي. أسئلة جميلة وممتعة. السؤال اللي بعده يلا بينا. سؤال جميل قوي، عسول قوي، حلو تافه. بص ده ماينس ده يديني ده. اوكي. يعني عايز تقول لي ان الاكس ناقص اللي قصاده يديك التلاتة. يا سلام، ايه الهبل ده؟ و 6 ناقص واي تديني 5. 6 ناقص واي تبقى بكام؟ 5. يلا بينا نجيب الاكس والواي. الاكس بكام يا باشمهندس؟ الاكس بتساوي 3 زائد 1 اللي هي 4. خلصت. البوزيتيف 6 تروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف واي ايكوالز 5 ناقص 6. يعني ايه الهبل ده؟ نيجاتيف واي ايكوالز نيجاتيف 1. النيجاتيف سافر مع نيجاتيف يعني الواي بواحد. الواي بواحد والاكس ب4 يعني 4 زائد 1. فالاجابه هتبقى 5 في الاختيارات. مفيش اختيارات؟ مش مهم عادي خالص. هنعتبر ان في اختيارات واخترنا 5 عادي. الاكس كده ناقص الواحد بتساوي 3. الاكس ب4 ماشي، والواي 6 ناقص كام بتدي 5. 6 ناقص 1. اوكي. فيبقى 4 زائد 1 اللي هو الاكس بلس الواي بكام؟ ب5 وخلص. اختار في الاختيارات 5 لما يكون في اختيارات، ما تزعلش نفسك. سكيو سيمتريك. المستر قايل لك اكتب الخريطه السكيو سيمتريك والسيمتريك جايين، مفهمش هزار. طيب يلا بينا ركز معايا. يعني ايه كلمه سكيو سيمتريك؟ سمع لي القوانين. ان الاي هي النيجاتيف اي ترانسبوز، والاي 12 هي نيجاتيف اي 21، والاي 13 هي طبعا الحاجات دي انا في الحصه بقعد اشرحها وافصصها وافسرها واثبتها لك وانقنق لك الدنيا، لكن في الريفيجن ليس مجالا ان انا اعمل كده. انت وقتك مهم وانت ما عندكش وقت، وهي اسمها مراجعه عشان براجع، فانا بحاول اشيل لك الحشو واديك خلاصه الخلاصه اللي تخش بيها الامتحان. اوكي. لكن احنا في الحصه ما بنقولش كده بالسرعه دي، ولا لا بالراحه وبفصص واقول ليه القوانين دي موجوده، وليه ده حصل وليه ده ما حصلش and so on، ونقعد نفكر سوا. لكن في المراجعه انت عايز تلم، فانا بلم لك الدنيا. A13 بتساوي نيجاتيف A31. اوكي. دي قوانين السكيو سيمتريك. يعني اقدر اشيل الايه
واحط مكانها نيجاتيف A ترانسبوز اهو، صح؟ شيلها حط مكانها مين ده؟ ما هو دي هي دي، فانا هشيل دي واحط مكانها ده، بلس مين ياض؟ A ترانسبوز. اي حاجه بالبوزيتيف هتطير مع اي حاجه زيها بالايه؟ بالنيجاتيف، فالاجابه هتبقى زيرو. استنى، الزيرو دي كده غلط، دي كده غلط غلط غلط. ليه؟ لان دي ماتريكس ودي ماتريكس، فهتنتج زيرو ماتريكس. فين الزيرو ماتريكس؟ نرمز لها بالرمز O، فالاجابه هتبقى C. فما تختارش زيرو رقم خالص وانت شغال في الماتريكس، لان التو ماتريسيز لما يتجمعوا او يطرحوا بدون اصفار، مش صفر، اصفار زي شهادتك يا ابا، اسف، اصفار مش صفر واحد، فبتبقى زيرو ماتريكس نرمز لها بالرمز ايه؟ O. اوكي ماشي. انا كده قلت لك خلاصه التفاصيل بتاعه الدرس الاول والثاني في الالجبرا. تيجي اقول لك السؤال اللي انا عايز اقوله لك، اللي هنعمل المسابقه على الفيسبوك بكره الساعه 10، يوم الاحد الساعه 10 هننزل البوست، هتكتب كومنت و بشكل عشوائي هنختار واحد نديله 500 جنيه يكون اجابته صح طبعا بشكل عشوائي. اوكي مستر، طب انا من المحافظات يا مستر ومش هعرف اجي لك، هبعت لك انستا باي، فودافون كاش يعني. السؤال بيقول ايه؟ بيقول لك صباح الخير، عندك ماتريكس، الماتريكس دي is skew symmetric. هو بيقول كده الماتريكس دي skew symmetric، find ال A بلس ال B بلس ال C، ومديني ايه الماتريكس بتاعتك، هكتبها لك 0 و2 و A B و0 و3 C، لا بلاش دي تبقى C، خلي دي بقى ايه نيجاتيف 4 و C و0. ماشي يا ولاد؟ اوكي ده السؤال بتاعنا، بيقول لك ان الماتريكس دي عباره عن سكيو سيمتريك، هات لي الاي بلس البي بلس السي بكام دكتره، تروح بقى تشوف هتعمل ايه وتطلع الاي والبي والسي، وهننتظر الكومنتس بتاعتك يوم الاحد الساعه 10، هنقفل الكومنتات الساعه 12 وهنختار واحد عشوائي ياخد 500 جنيه. خلي بالك في سؤال قبل اخر الحصه ما نخلص خالص، تعال نخش على بارت 2 اللي هو الجيومتري. بفكرك ان مراجعه التريج هتبقى موجوده كحصه كامله شرح وحل الهوم ورك زي ما قلتها في السنتر، صدقني نازله على المنصه mrfadinabil.com. ادخل سجل بياناتك، اكتب انك طالب اونلاين، وهتخش هتلاقي الحصه دي نازله فور فري على المنصه عادي خالص، مش مدفوع ولا في اي حاجه، ولا عارف انت لما يضحكوا عليك يقول لك خش هتبقى ببلاش وفي الاخر في حته دفع كده، خش تلاقي الحصه ببلاش متاحه فور فري، تتفرج زي ما انت عاوز. جاي لك على طول، اشرب كده بس، جاي لك على طول نستكمل الايه الحصه ونخش على مراجعه الجيومتري. جاي لك على طول، يلا بينا نستكمل الحصه بتاعتنا. يلا بينا يا باشمهندس، يلا بينا. بص يا باشمهندس، هفكرك بكام قانون يخص الجيومتري. كانت الجيومتري بتتكلم عن الفيكتورز، الحاجه اللي ليها ماجنتيود وايه ودايركشن، تمام؟ كان اشهر حاجه عندنا في الدرس الاولاني حاجه اسمها الايكويفالنت فيكتور. يعني ايه؟ الراجل يديني رسمه بالمنظر ده كده اسمها A B C D ويقول لي ان ده سكوير. السكوير يعني كل السايدات فيه قد بعض، يقول لي كل سايد مثلا ب3. يقول لك صباح الخير، تقول له صباح النور، يقول لك الاي بي ايكويفالنت لمين؟ بص بقى، بدور على خط له نفس المقدار، اللي هو ب3 وانطقوا في نفس اتجاه الاي بي. فين الاي بي؟ كده بيتنطق كده اهو اي بي. دور على خط طوله 3 وله نفس المقدار ونفس الاتجاه. مين الخط اللي طوله 3 وله نفس الاتجاه؟ هو الدي سي. شكرا. فهختار في الاختيارات في الامتحان ان الاي بي ايكويفالنت لمين؟ للدي سي. طب لو قال لي مثلا السي بي ايكويفالنت لمين يا باشمهندس يا محترم؟ هقول له ايكويفالنت لمين؟ للدي اي. شكرا، خلص الموضوع. ده اول موضوع عندنا. تاني موضوع كان شوية قوانين جميلة هفكرك بيها، وبعد كده نخش على حل وهشرح لك وسط الحل عشان انجز لك. وعلى فكرة انا شايف ان وقت الفيديو مناسب انك تذاكر وتفهم المنهج بصراحة، ومن غير تطويل، من غير رخامة، من غير اي حاجة، يعني بسيط ولطيف ويلم لك التفاصيل اللي انت محتاجها. طيب ركز معايا، لو الراجل اداني نقطة اسمها ايه يا جماعة؟ عبارة عن 2 و3، ونقطة اسمها بي يا جدعان عبارة عن 3 و4، وجي قال لي كده، قال لي عايز اجيب الاي بي فيكتور. بص يا هندسة، الاي بي فيكتور هو بي ماينس اي، ليها قانون بي ماينس اي، التاني ماينس الاولاني. طب الاي سي فيكتور،
التاني ماينس الاولاني، سي ماينس ايه. طب مثلا الدي بي فيكتور هيبقى التاني ماينس الاولاني، بي ماينس دي. حلو الكلام؟ تمام الكلام، قشطه. يلا بينا. عايز اجيب الاي بي فيكتور، فهعمل بي ماينس ايه، التاني ماينس مين يا ولاد؟ الاولاني. يلا بينا. 3 ماينس 2 ب 1، 4 ماينس 3 ب 1. شكرا، انا كده جبت حاجه اسمها الايه؟ الاي بي فيكتور. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها النورم. النورم يعني الماجنتيود، بنعمل عصايتين شمال وعصايتين يمين. لو قلت لك ان عندك فيكتور اسمه اي بي مثلا يا ولاد باربعة وثلاثة، وجيت قلت لحضرتك يا باشمهندس يا محترم ان انا عايز اجيب النورم. النورم بجيبه ازاي؟ سكوير روت اكس سكويرد بلس واي سكويرد. اكس سكويرد بلس ايه؟ واي سكويرد. بس كده، بمسك ده سكويرد بلس ده سكويرد، الاجابه تبقى كام؟ 5. شكرا، خلص الموضوع. حاجه كمان عايز افكرك بيها اسمها اليونت فيكتور. ايه يا مستر اليونت فيكتور؟ هو الفيكتور اللي النورم بتاعه بواحد، يعني لما تطبق قاعده بايثاغورس تطلع الاجابه بكام؟ بواحد. والكلام ده قلنا بدل المره مليون. تمام؟ دول 3 قواعد مهمين بفكرك بيهم بسرعه. تعال نخش على المسائل بتاعتنا، وبعد كده نشرح، نخش على مسائل، نشرح، نخش على مسائل and so on. بيقول لي عندك فيكتور اسمه ايه ب 11 دي مسألة 11 ب5 ونيجاتيف 12. عايز اجيب النورم. حاضر، عشان خاطر اجيب النورم هطبق ايه يا اولاد؟ قاعدة بايثاغورس. 5 سكويرد بلس نيجاتيف 12 سكويرد، تطلع الإجابة على الآلة. اعملها على الكالكوليتر بالمنظر ده، تطلع الإجابة 13. شكرا، الإجابة إيه؟ السؤال اللي بعده. الراجل بيقول لي عندك فيكتور اسمه إيه وفيكتور اسمه بي، عايز الإيه ماينس بي بس النورم بتاعه. هروح الأول أعمل إيه يا أولاد؟ إيه ماينس بي، كلام عبيط خالص. الإيه بكام؟ 4 و2. البي بكام؟ 1 ونيجاتيف 2. يلا بينا نجيب دول الأول. إيه ماينس بي أهو، 4 ماينس 1 ب 3، 2 ماينس 2 يعني 2 بلس 2 اللي هي 4. شكرا، ده كده الاي ماينس بي. هل هو عاوز الاي ماينس بي؟ لا، هو عاوز النورم بتاعه. يعني ايه النورم بتاعه؟ يعني طبق قاعده بايثاغورس. سكوير روت 3 سكوير بلس 4 سكوير، تطلع الاجابه كام يا اولاد؟ 5. شكرا، الاجابه سي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ده سؤال جامد. طبعا انت متفاجئ مين هي الاي ومين هي الجي. لا، قلتها لك في الحصص، افكرك بيها بسرعه. الاي هي حاجه بتعبر عن الاكسات، والجي حاجه بتعبر عن الوايات، حاجه اسمها فاندامنتال يونت فيكتورز. ماشي؟ وعلى الهامش كده تبقى عارف ان نورم الاي بواحد، ونورم الجي برضو بكام يا اولاد؟ بواحد. يلا بينا. هستأذنك هكتب دي بشكل منضبط شويه. الاي بتساوي 3 في خانه الاكس والكي في خانه الواي. الراجل بيقول لي ان النورم بتاعك ب5، او ممكن يقول لي ان هو يونت فيكتور. نفس الفكره، يقول لك ان هو يونت فيكتور فالنورم بتاعه بواحد. احفظ يونت فيكتور، النورم بتاعه ايه؟ بواحد. او يقول لي ان النورم ب5. يعني ايه النورم ب5؟ يعني لما تطبق قاعده بايثاغورس على دي لازم تساوي الاجابه ب5. مش النورم يعني بايثاغورس، طبقت بايثاغورس سويتها ب5 عشان هو قال لي. طب يلا بينا، هات لي الكي. يلا بينا. السكوير روت الناحيه الثانيه. طبعا في ولد يجرب الاجابات، يحط الكي ب4 ونيجاتيف 4 ببوزيتيف ونيجاتيف 4 و2، طبعا تبقى في براكت كده، ويشوف مين اللي طلع 5. انا عارف مين اللي طلع 5، بس انا احب احلها واحده واحده. هعمل ايه؟ السكوير روت يروح بالباور، يبقى 5 باور 2 اللي هي كام؟ 25. حلو. 3 باور 2 تنزل زي ما هي بكام؟ ب9 بلس كي باور 2. البوزيتيف 9 تروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يعني الكي باور 2 بتساوي 25 ناقص 9، يعني الكي باور 2 بتساوي 16 على الآلة. خد لها سكوير روت، يبقى الكي ايكوالز سكوير روت ال 16، وعشان خاطر الباور ده ايفن يا ولاد هحط ايه؟ بوزيتيف والنيجاتيف، يعني الكي بتساوي بوزيتيف والنيجاتيف كام؟ 4. فالإجابة بتاعتي تبقى السي. وفي ولد يجرب الإجابات من البداية إلى سي. السؤال اللي بعده، يلا بينا. سؤال 14. قبل ما اخش اقول لك ملحوظه مهمه. شايف؟ شرح وسط الحل، شرح وسط الحل عشان وقتك وعشان ما تتلخبطش. بص يا هندسه، ركز معايا. لو لقيت رقم جوه النورم كده، فمن حقك ترمي الرقم بره النورم. رقم 3 بس من حق ارميه بره، بس يكون بوزيتيف.
يعني لو هو نيجاتيف اقلبه بوزيتيف، لو هو بوزيتيف سيبه بوزيتيف، وانزل النورم زي ما هو. يدينا مثال بارقام يا مستر، احفظ بس الشكل ده، اديك مثال بارقام. لو راجل قال لي عندك نورم 3 ايه، هخرج الرقم بره بس اخرجه بالبوزيتيف. طب لو هو بوزيتيف خرجه بوزيتيف زي ما هو. نورم مين؟ الايه. ماشي، دي هي دي. طب لو الرقم نيجاتيف يا مستر، وليكن مثلا نيجاتيف 3a، فرقم هو خارج يا ولاد يخرج بره بالبوزيتيف. لازم الرقم يخرج بالبوزيتيف، مش بغير شرطه، انا بخرجه بالبوزيتيف دايما. لو هو بوزيتيف يخرج بوزيتيف، لو هو نيجاتيف يخرج بوزيتيف. طيب لو عندك حرف اسمه كي، وانت اللي هتخرجه بايدك من النورم، انت اللي هتخرجه من النورم، انت اللي هتخرجه، لازم وهو خارج يتحط له حاجه اسمها ابسوليوت. يتحط له حاجه اسمها ايه؟ ابسوليوت. ماشي يا ولاد؟ اوكي، يبقى من حق اخرج اي رقم من النورم، بس لو بوزيتيف خليه بوزيتيف، طب لو نيجاتيف خليه بوزيتيف. طب لو هخرج حرف، لا، الحرف يخرج بايه؟ ابسوليوت. طب والسؤال يجي ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. محضر لك اسئله حلوه على الحته دي عشان جايه في الامتحان صدقني. يلا واحده واحده وبالراحه. عندي مين؟ عندي هنا يا اولاد 3 كي مضروبه في ايه؟ يلا نخرج ال 3، هي بالبوزيتيف تخرج بوزيتيف عادي. الكي وهي خارجه، عشان انا عاوزها كي وهي خارجه، حطها جوه ابسوليوت، ونورمال ايه ينزل زي ما هو. ايكوالز النيجاتيف 15 وهي خارجه خليها ايه؟ بوزيتيف 15. خلاص بقى المستر فهمني وحفظني. يلا بالسلامه. نورمال ايه لما يروح بالديفايدد يسافر مع نورمال ايه. باي باي، سافروا. اتبقى لي مين؟ 3 ابسوليوت كي ايكوالز 15. تعرف تحل؟ هقسم على 3، يبقى ابسوليوت كي ايكوالز 15 على 3 اللي هي 5. قالوا لي وانا صغير لو عندك ابسوليوت وجواه حرف طاير الابسوليوت وحط الناحيه الثانيه بوزيتيف اور نيجاتيف، طاير الابسوليوت وحط بوزيتيف اور نيجاتيف، فالكي ايكوالز بوزيتيف اور نيجاتيف 5. الاجابه هتبقى س. المساله دي مهمه، اكتب مهمه ووقف وحلها تاني. اكتب مهمه ووقف وحلها تاني. طيب اوكي، السؤال اللي بعده نفس الفكره عشان اللي ما بيفهمش يفهم. يلا النيجاتيف 8 تخرج بره بس بوزيتيف، يبقى بوزيتيف نورم ايه؟ بوزيتيف 8 نورم ايه؟ الخمسه دي بره اهي خرجت، ماشي. الكي انا مخرجها بايدي صح؟ تخرج جواها ايه؟ تخرج عليها ابسوليوت، ونورمال ايه ينزل. نفس الفكره اللي فاتت. بالسلامه. نورمال ايه لما يروح بالديفايدد هيسافر مع نورمال ايه. بقى عندي 5 ابسوليوت كي ايكوالز 8. اقسم على 5 يبقى ابسوليوت كي ايكوالز 8 على 5. لما تطير الابسوليوت تحط الناحيه الثانيه بوزيتيف اور نيجاتيف، ده من ابتدائي، يبقى كي بوزيتيف اور نيجاتيف 8 اوفر 5. الاجابه سي. ملحوظه، لو الكي اصلا كان الراجل مديهاني بره، يعني المساله لو كانت كده 5 كي نورم ايه، هل كنت هحط بوزيتيف اور نيجاتيف؟ لا، لما انت بايدك تخرج الكي بره تحط لها ابسوليوت، فبالتالي يبقى في بوزيتيف اور نيجاتيف. لكن لو هي اصلا بره انا هخرج ال 8 وهجيب الكي على طول ب 8 على 5 خلاص. يعني لو انت بايدك يا جماعه ثانيه واحده عشان بس ما تفتكروش ان ده حل المساله، دي مساله تاني، دي مساله تاني من دماغي. ماشي، تخيل معايا ان الكي اصلا خرجت بره، او هي اصلا في السؤال بره، هل انا خرجتها ولا هي خرجت؟ لا، هي خرجت لوحدها. لو هو اداني سؤال كده الكي اصلا خارجه، هل احط لها ابسوليوت؟ لا. امال امتى بحط ابسوليوت؟ بحط ابسوليوت لما انا اخرجها. طب لو هي جت في المساله اصلا خارجه بره النورم ما تحطش ابسوليوت، سيبها زي ما هي على طول. ماشي، انا ليا دعوه باللي انا بخرجه من جوه النورم، لكن اي حاجه بره النورم اصلا مش دعوه بيه، بسيبها زي ما هي. السؤال اللي بعده قبل ما اخش عليه تعالى اوضح لك ملحوظه سريعه. في حاجه عندي اسمها يا ولاد بولار فورم. البولار فورم هي طريقه لكتابه الفيكتور، كلمتك عليها، طريقه لكتابه الفيكتور. بنكتب ناحيه الشمال النورم وناحيه اليمين الانجل اللي بيصنعها الفيكتور مع البوزيتيف دايركشن للاكس اكسس. يعني بتبقى بالمنظر ده 6 وجنبها انجل 30، او 7 وجنبها انجل باي على 3، اصل الباي على 3 دي انجل الباي ب 180 على 3 اللي هي 60 قشطه. فدي حاجه اسمها بولار فورم، بكتب هنا الماجنتيود يعني ده النورم، وبكتب هنا الانجل اللي بيصنعها مع البوزيتيف دايركشن الاكس اكسس. اوكي تمام. لو عايز تحول من البولار فورم لحاجه اسمها كارتيزيان فورم اللي هي الاكس والواي او الاي والجي مثلا، بنعمل ايه؟
بعمل 6 كوساين 6 ساين. بعمل ايه؟ 6 كوساين 6 ساين. عايز احول دي لحاجه اسمها كارتيزيان فورم اكس وواي، لطريقه ثانيه كتابه الفيكتور الاكس والواي. هعمل ايه؟ 6 كوساين 30، يبقى 6 كوساين 30 و6 ساين 30. 6 ساين 30 ب3، 6 كوساين 30 ب3 روت 3. شكرا. تمام؟ اوكي؟ قشطه. فانت لو عندك حاجه في البولار فورم وعايز تحولها لاكس والواي، في الاختيارات فيها اكس وواي، هتعمل ايه؟ مره كوساين تحطها في خانه الاكس، مره ساين تحطها في خانه الايه؟ الواي. السؤال يجي ازاي يا هندسه؟ يجي زي ما هو مكتوب عندك كده يا باشمهندس. يقول لي ايه؟ يقول لك صباح الخير، حول دي لكارتيزيان فورم، دي الاختيارات كلها اكس وواي. فهعمل ايه؟ هظبط دي كده 6 روت 2 يا جماعه تنزل زي ما هي، و3 تنزل، شيل الباي حط مكانها 180 على الاربعه. يبقى 6 روت 2 تنزل زي ما هي. دي على الكالكليتر يا رجاله تطلع بكام ياض؟ غششني ياض، غششني ياض. انا 60 كام؟ ايه 135 صح؟ 135. الواحد نسي الحساب يا رجاله. طب هحسبها بدماغي، صدقني هحسبها بدماغي. هقسم دي على 4 تبقى 45 في 3 135. برافو عليك يا مستر، هايل، شابوه. اكتب لي برافو يا مستر، اكتب لي في الكومنتس برافو، اكتب. يلا، عايز احول دي لاكس واي. هعمل ايه؟ 6 روت 2 كوساين الانجل، 6 روت 2 ساين الانجل يا ولا. يلا، دي على الكالكليتر تطلع نيجاتيف 6 ان شاء الله. دي على الكالكليتر تبقى 6 بس، فالاجابه نيجاتيف 6 و6. نيجاتيف 6 و6 الاجابه ب. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده انا هتحايل على القانون. همسك كل اختيار هعمله مره كوساين ومره ساين، وبشوف مين يديني 6 و6 روت 3. ماشي؟ اوكي، هنجرب كل اختيار. الاختيار الاولاني هتبقى 12 باي 180 على 3 اللي هي 60، وهنا 12 180 على 6 اللي هي 30، وهنا 6 180 على 3 اللي هي 60، وهنا 6 و180 على 3 اللي هي 30. مين في دول تديني 6 و6 روت 3؟ هجرب كل واحد. هعمل دي مره كوساين مره ساين، واعمل دي مره كوساين مره ساين، واعمل دي مره كوساين مره ساين، واعمل دي مره ايه؟ كوساين مره ساين. تعال نشتغل على دي الاول. هنعمل 12 كوساين 60 كوما 12 ساين 60. 12 كوساين 60 تديك 6، 12 ساين 60 تديني 6 روت 3. هل دي زي السؤال؟ طالما دي زي السؤال يبقى الاختيار بتاعي ايه؟ شكرا، خلص الموضوع. السؤال اللي بعده، يلا بينا. السؤال اللي بعده واللي بعده واللي بعده نفس الفكره، مع ان توزيعة الوزاره مش حاطه الحته دي في المنهج بتاعت شهر فبراير، بس انا حاسس انه هيجيبها. احساس مش اكيد يعني، اصل لازم تيجي. فلو راجل كويس مش هيجيبها، بس انا هقول كيكي عليها 3 مسائل. يلا بينا. بص يا صاحبي، لو عندك تو فيكتورز باراليل لبعض، لو عندك تو فيكتورز باراليل لبعض، القانون بيقول لك واي على اكس بتساوي واي على اكس. مش فاهم؟ اقول لحضرتك يا باشمهندس، لو عندك فيكتور اسمه ايه وليكن ب3 و2، وفيكتور اسمه بي عباره عن 4 مثلا وكي، وقلت لك ان التو فيكتورز دول باراليل، اول ما تشوف كلمه باراليل هتمسك واي على الاكس بتاعت الاولاني وتساويها بواي على الاكس بتاعت مين؟ التاني. واي على الاكس بتاعت الاولاني بتساوي واي على الاكس بتاعت مين؟ التاني، وتعمل كروس مالتيبليكيشن 2 في 4 على 3 تطلع الاجابه زي ما تطلع. ده في حاله الايه؟ الباراليل. طب في حاله ان تو فيكتورز بيربنديكولار، ركز بقى معايا، القانون بيبقى يا مستر اكس في اكس بلس واي في واي يساوي الاجابه بزيرو. طبعا انا عارف معظم الزملاء المدرسين الافاضل بتقول الحته دي ممكن بطرق تانية. كل القوانين يا اولاد صح، كتاب المدرسه كاتبها ب3 4 طرق قانون، بس في الاخر بنؤدي لنفس الناتج. فلو انت بتسمع من مدرس الفصل بطريقه اخرى سهله وجميله وحلوه اشتغل بيها، الطريقه دي سهله وجميله وحلوه اشتغل بيها، الاثنين هيؤدوا لنفس الناتج، وكل الاساتذه افاضل وزملاء محترمين. يلا بينا. الراجل هنا بيقول لحضرتك لو عندك فيكتور اسمه ايه وليكن ب2 و3 اولاد، وفيكتور اسمه بي ب4 وكي. انا كده هحل، انا بس بقول لك القاعده. لو قال لي التو فيكتورز دول في الامتحان بيربنديكولار، هو اللي قال مش انا، هو اللي قال، هتعمل ايه؟ هضرب اكس في اكس بلس واي في واي واساوي الاجابه بزيرو.
اكس في اكس بلس واي في واي يساوي الاجابه بكام؟ بزيرو. صور دي خدها سكرين شوت عشان لو جت هيبهدلك. يلا بينا. السؤال يقول لي ايه؟ يقول لك 6 و4 و3 وام ار 2 بيربنديكولار فيكتورز. غلط وكنت مستنيه يغلط. قال لي بيربنديكولار. طالما قال لي بيربنديكولار هعمل ايه يا اولاد؟ هضرب اكس في اكس بلس واي في واي واساوي الاجابه بزيرو. حفظ. يلا يا ولد. 6 في 3 ب 18 زائد 4 ام بتساوي 0. 18 تروح بالماينس يبقى 4 ام بتساوي 18 ان شاء الله بالنيجاتيف. تروح بالنيجاتيف تقسم على 4 يبقى الام بتساوي نيجاتيف 18 على 4 يعني الام بتساوي نيجاتيف 4.5. شكرا. الاجابه هتبقى دي. السؤال اللي بعده بيقول لك ان تو فيكتورز دول يا اولاد باراليل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. باراليل. باراليل يعني اعمل ايه؟ واي على اكس بتساوي واي على اكس. واي على اكس بتساوي ايه؟ واي على اكس. يلا بينا. كروس مالتيبليكيشن الكي بتساوي ده في ده على ده يعني 1 في نيجاتيف 3 على نيجاتيف 2. فالاجابه هتبقى على الاله 3 على 2. شكرا على الاله يا كابتن. الاجابه دي. السؤال اللي بعده. يلا بينا. السؤال الاخير معانا. بس استنى هقول لك السؤال اللي انا بتاع ال 500 جنيه اللي هينزل وبعد كده اقول السؤال الاخير. بص يا باشمهندس. افرض راجل في الامتحان قال لي كده. قال لك صباح الخير عندك نورم نيجاتيف 3 كي A equals نورم نيجاتيف وليكن يا ولاد 30 A كده. find الكي. قولها لي في الكومنتس. هينزل البوست بكره الساعه 10 بالليل يوم الاحد الساعه 10 بالليل هينزل بوست. اكتب كومنتس هنختار حد بشكل عشوائي نديله 500 جنيه فودافون كاش او نستبي او يعني يجي لنا السنتر نسلمها له. يا سلام تحت امره. جميل السؤال. بص عسول عسول جميل قوي 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 قوي. من الحصه كمان ازود واحد كمان؟ لا كفايه كده عشان خاطر ما كفايه. يعني سؤال 20 يقول لي ايه؟ سؤال 20 يقول لك التو فيكتورز دول باراليل. طالما باراليل يبقى واي على اكس بتساوي واي على اكس يا نجم. يعني 4 على اكس بتساوي واي على 2. كروس مالتيبليكيشن خفيف. اكس في واي تبقى اكس واي. 4 في 2 تبقى كام؟ 8. فالاجابه بتاعتك تبقى اكس واي بتساوي 8. وتوته توته خلصت الحدوته. استنى اوعى تنسى تنبيه مهم. هتدخل على المنصه بتاعتي اسمها مستر فادي او اكتب على جوجل مستر فادي نبيل. يعني انت عارف ان انا راجل كده كده مشهور. mrfadinabil.com بالمنظر ده كده. اوكي. على من اي براوزر هتخش هتلاقي المنصه بتاعتي. هتلاقي صورتي وهتلاقي كل حاجه. هتلاقي فيه شرطه فوق بيقول لك عايز اعمل اكونت او انا عندي اكونت. قول له انا عايز اعمل اكونت. خش اعمل اكونت واكتب انك طالب اونلاين ويختار محافظتك كمان نتعرف عليك. وبعد كده هتخش على الصفوف الدراسيه. هتلاقي ثالثه اعدادي سيبك منها كده كده نازله ببلاش على اليوتيوب. لو ليك اخوات في ثالثه اعدادي ياض قول لهم ان منهج ثالثه اعدادي نازل ببلاش الترم ده كله على اليوتيوب ومراجعات وبي دي افات وكل حاجه. ها تمام. هتلاقي اولى ثانوي خش عليها. هتلاقي كل الحصص محتاجه اشتراك ما عدا حصه ليسون 1 و2 في التريج. هتلاقيها فور فري. خش نزل بي دي اف واسمع شرح الحصه كامل كامل. مفيهوش مش ناقص حاجه. صدقني انا مديلي ولادي برضو كده. و الهوم ورك كامل. كل حاجه كامله وجميله وعسوله. خش ظبط الدنيا واتفرج وربنا معاك. وثانيه ما تمشيش. ما تنساش تجاوب على السؤالين اللي في اول حصه اخر الحصه. باي باي. اشوفك في مراجعات اخرى في شهور اخرى. دايما موفق دايما متميز. ربنا معاك. اشوفك في حصص تانية. اتمنى تكون استفدت وان انا عرفت افيدك. بس كده. باي باي.